عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله كما تشوفوا باش نحضر مع بعضنا كعبر الشوكولاته. وشكون فينا ما يحبش كعبر الشوكولاته؟ وصفه مطلوبه برشا والناس كل نحبها. اول حاجه على خاطر سهله، ثاني حاجه خاطر بنينه، وثالث حاجه اللي المقادير نتاعها سهلين ومهمش مضبوطين، نجمو نبدلوا ونزيدوا شنو نحبوا احنا. دونك باش نقولكم هي يعني شنو باش نستعمل. دونك اول حاجه هنايا عندنا البسكوي كما تشوفوا فيها ريحته. عندي هنايا 250 غرام بسكوي مرحي. بالطبيعه هنا تنجم تستعمل اي نوع تاع بسكوي تحبوا عليها وتكون متوفره عندكم. يعني هنا باش نستعمل بسكوي سيدة، تنجم تستعمل بسكوي ستار، تنجم تستعمل بسكوي شوكوتوم اسماعيل اللي تحبوا عليه واللي يكون متوفر عندكم. اي نوعية تاع بسكوي كما تعرفوا البسكوي فيه برشا انواع. وهنا عندي 200 غرام بوفريوة كما تشوفوا فيها ديجا مقلية ومرحية وبالشكل هذا. تنجموا بالطبيعة تستعملوا اي فاكهة تكون متوفرة عندكم، تستعملوا لوز، تعملوا لوز بوفريوة، كل حد شنو يحب. وكما تشوف في سيدي هنايا عندي مقدار متاع 50-60 غرام هكاكا من بقايا متاع الجوزة. هنايا البقايا متاع الجوزة استحفظت عليها وقلت علاش كان نستغلها في الوصفة هذه. بالطبيعة كان عندكم برشا كمية تنجموا بالطبيعة تستغناو عن البسكوي السيدة هذايا وتعملوا كل جوزة ترحيوها انتم الكمية اللي عندكم حسيت. وكما تشوف في زاد هنايا عندي تشكيلة من الفاكهة. عندي هنايا لوز وفستق وجوزة كحب باش نخليهم بعتالي للتزيين مش نستعملهم. كيف هنا عندي البيستاش قصيته مهروشكة، والبوفريوة هنا سادة عندي مقلية وقصيتها مهروشة بالكمية هذه. وعندي كيف البوفريوة خليتها كعب باش نستعملها بعتالي كحشوة في وسط كعبة الشوكولاتة. وعندي كيف سادة هنا الشوكولاتة متاعي ذوبتها وخليتها تحت البان ماري باش تقعد لي سخونة وما تبردليش في ساعة. دونك هنا يا تستعملوا الشوكولاتة يمكن تستعملوا يعني سينو راهو تنجموا تستعملوا اي حاجة تكون متوفرة عندكم. هنا يعني زاد باش نستعمل عندي هنا الكراميل هذا حضرته في الدار وعملته في الجوزة وقعدت لي الكمية هذه اللي تشوفوا فيها. دونك قلت علاش لا كيف نكمل ندخلها في الكعب الشوكولاتة. كما قلت لكم تنجموا تضيفوا وتزيدوا اللي تحبوا عليه نتوما. نجموا تستعملوا في الكراميل الشوكولات خلطها بالحليب المكثف محلى. وتوا ننتقلوا نشوفوا مع بعضنا طريقة التحضير. دونك هنا باش ننتقلوا طريقة التحضير. هنا كملت كتر الجوزة بقايا متاع الجوزة رحيتهم وباش نزيدهم البسكوي. وباش نزيد الفاكهة حسيلو هاكا المكونات اللي شافوا الكل نحطوهم مع بعضهم. نتوما شنو باش تستعملوا؟ نجموا الفاكهة بالطبيعة البوفريوة تستعملوا في عودها لوز، تخلطوا لوز وبوفريوة، تحطوا جوزة، تحطوا اللي تحبوا عليه نتوما كيف تنجموا تستعملوش الكل مهروش كيما عملت اني. تنجموا تستعملوها يعني تحطوا فيها هكا الفاكهة بدا كعب اذا كان تحبوا تاكلوا كعبة تجيكم متقرمشة هكاكا كل حد شنو يحب. خلطهم بالباهي مع بعضهم قبل ما نزيد لهم الشوكولاتة والكراميل اللي باش نلمو بيهم. دونك هنا كملت خلطت الفاكهة نتاعي. تويكا باش نجيب نكتر في الكراميل هذيكي وباش ندخلها نستعملها الكل ونخلط الخليط نتاعي ونشوف شنو نجم نكمل نزيد شوكولا. بالطبيعة ردوا بالكم تزيدوا بشوية الحاجة اللي باش تخلطوا بها وتبداو تخلطوا وتشوفوا وعينكم ميزانكم قداش باش تحطوا انتم القوام تاع الحاجة اللي باش تحطها. يعني بالطبيعة الفاكهة تكون مقلية وتنجموا حتى ترحيوها لين تقل الزيت نتاعها. وهكاكا بالطبيعة تنجموا متحتاجوش برشا الشوكولا ولا الكراميل باش تلمو بيه. تكونوا هكاكا متستعملوش كمية برشا. ديجا تبدا الفاكهة اون بات يعني وتكون ملمومة يعني مش باش تحتاجوا برشا حاجات باش تلموا بها الخليط نتاعكم. دونك انا باش نخير اني نستعمل يدي خير. دونك هنا كملت خلطت الكراميل بتاعي مليح. تويكا باش نبدا نزيد في الشوكولا نتاعي بشوية بالطبيعة. هنا على فكرة الشوكولاتة نتاعي راني ذوبتها زل شوية وبرا حليب باش بعد هكا كيف تبرد يعني الكعب الشوكولاتة يشدوا رواحهم. يعني كان نزيدو برشا حليب هكاكا تولي الشوكولاتة مرخوفة وكعب الشوكولاتة نتاعنا كيف يبردو ما يكونوش شادين رواحهم بالباهي. دونك هنايا كيما تشوفوا فيها تحصلت على القوام اللي حاجتي بيه. دونك لازم تكون هكا نجم نكعبرها مليح من روحها بالباهي. استعملت الكمية متاع الشوكولاتة الكل
دونك لهنا كيما تشوفوا فيه تحصلت على القوام اللي حاجتي بيه، رغم اللي الشوكولاتة اللي زدتها الكل ما لامتليش الخليط، وليت كمان زدتها بشوية حليب باش نجمت نكمل هيك يعني كلمها تتشكل بالباهي، ومن بعد نجم نشكل الكويرات متاعي. هنا استعملت 350 جرام شوكولاتة اللي هما يعني 7 توابع، وما كفاونيش دونك قلت نكمل بالحليب. دونك هنا خلطت الخليط متاعي كل بالكدا وتحصلت على القوام هذا. دونك تويكا باش نمشي نكمل نشكلها عابر كيما هكا، نجربهم شوية في يدي الساعة من الأول باش نشوفها اسكو الكعبة تشد روحها بالباهي ولا ما تتفترش كل شيء وقتها سي بون. دونك هذه الكعبة كعبة الشوكولاتة كيما تشوف فيها شكلها من داخل كيفاش يجي. دونك تويكا هنا باش نمشي نكمل نشكل كعبة الشوكولاتة متاعي الكل. تحبوا تستعملوا الميزان باش يجيوكم الكل قد بعضهم، ولا تشكلوا بالعين هكا كل حد كيفاش يحب يشكل. أنا هنا راني باش نستعمل الميزان. دونك هنا كيما تشوفوا فيه بديت نشكل في كعبة الشوكولاتة متاعي، نوزن في كل كعبة حكاية 20 جرام هكاك حسب التقريب، يجي شكله مصطفى معتدل، لا كبيرة لا صغيرة. ننزلو عليه بالباهي من الأول هكا بالكدا بين يدينا، ومن بعد ليك نكعبرها باش ما تتفترشش بين يدينا. نشوف كيفاش هادي تحلت لي، حاولوا نلمها بالكدا بعد كي تبرد تزيد تشد روحها أكثر، خاطر الشوكولاتة لهنا مازالت سخونة هكا هاو. وهذه دونك الكمية اللي تحصلت عليها بعد ما كملت شكلتهم. الحقيقة باش ما نكذبش عليكم راني كملت شكلت بالعين، حسيت روحي فديت من الميزان. الحاسيلو هذه الكمية هذيك باش نمشي ندخلها للفريجيدير نخليها تبرد لين تشد روحها مليح ساعة ولا حتى ساعتين، قد ما تخليها قد ما تزيد تبرد وتشد روحها خير. ومن بعد تالي باش نقعد لنا جوست التزيين متاعهم وكهو. دونك هنا بعد ما الكعب الشوكولاتة متاعنا بردو، شوفوا شكلهم كيفاش ولا يولي يشد لنا روحهم بالباهي. تبدا البولة يعني يابسة بالكدا، دوما رغم اللي راني خرجتهم من الفريجيدير عندي أكثر من ساعتين. دونك تويكا ما قعد لي كيما تشوفوا لهنايا كان باش نغطسهم في الشوكولاتة ونكمل نزينهم. وذاك هو كعب الشوكولاتة ما فماش مأسرة منهم، التزيين اختياري كل واحد شنو عنده بالمتوفر تزينوا وتعملوا اللي تحبوا عليه. وهذوما كيفات الشوكولاتة متاعي بعد ما كملت حضرتهم كعاب الشوكولاتة يعملوا 66 كيف. حسيلو هذه التشكيلة اللي تحصلت عليها هاكا شوية من كل حاجة. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. بالطبيعة ما تنساوش باش تحطوا لي جيم اذا كان عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة. اللي يزورنا اول مرة ما ينساش باش يعمل اشتراك ويفعل الجرس باش هكاكا كل ما هبط حاجة جديدة توصل لكم. وتوا كم تبقى لي باش نقولكم بسلامة وفي فيديو جديد ووصفة جديدة.